ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا النهارده بقى جايه لكم بوصفه عظمه، بس قبل ما اقول لكم الوصفه دي ايه اكيد تبين من قدامكم ده فول حراتي او فول اخضر. بس الاول عايزه اشكركم، والله ربنا يبارك فيكم على كل تعليق وكل كلمه وكل مشاهده وكل حاجه حلوه قلتوها في حقي. ربنا يبارك فيكم يا رب. بصراحه حققتوا نجاح عظيم في البيج الفترة اللي فاتت. متشكرة جدا 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 لكل حد، واعملوا لي لايك واعملوا لي تعليق وقولوا لي كلام حلو، وانا بحبكم من هنا لبكره. بصوا بقى، ده فول حراتي جاي من الارض ما شاء الله، اخضر طازه. بصوا شفتوا في جمال كده، الحاجه بتيجي من الارض ما شاء الله تتاكل وهي نيه. بصوا عايزين بقى نخزنه. هنعمل ايه؟ هنجيب حله نحط فيها ميه، كميه ميه محترمه كده على قد كميه الفول اللي هتعملوها. الفول مش كتير يعني، هو شويه حاجه بسيطه يعني، بس لما نكتر يعني ونظبط كده يبقى احسن. حطينا الحله فيها ميه تغلي على البوتاجاز، وجينا دلوقتي غسلنا الفول، مع ان الفول اصلا نضيف ما شاء الله مش محتاج غسيل يعني، فبرضه نديله شاور كده عشان ايه؟ يبقى لو في مثلا الحاجات السوداء اللي هي بتظهر دي اللي هي بتبقى مع الفول نفسه ده ما فيش مشكله تتشال. هنحطه بقى، مش هنصفيه، هنشيل الفول بنفسه كده اهوت، كبشه بكبشه كده نحطها في مصفى تنزل الميه بتاعتها، والرواسب هتنزل في الميه زي ما هي. دلوقتي اهو بنشيل الفول كله نحطه، احنا بنشطفه بس ما بنعملش فيه حاجه، بنشطفه دلوقتي نحطه بس فين؟ في مصفى. وبعدين ننزل بقى في الحله دي لما الميه بدات تنقط، هي قربت تغلي، نص ليمونه نعصرها، ونحط كمان ممكن معلقه صغيره من بتاعه الشاي كده ملح، ومعلقه كمان سكر، واقل من ربع المعلقه كربوناتو او كربونات الصوديوم، زي ما اسمها بيكون عندكم يعني. وننزل بقى بالفول. بص ما شاء الله الفول اخضر وجميل ازاي، ما شاء الله مفيش واحده فيه بايظه، لان ما شاء الله ده جايب الارض بتاعتنا، فما شاء الله الحاجه هناك مزروعه بحب وبتتوزع بحب، اي حد ينزل ياخد اللي هو عايزه، فما شاء الله يعني حاجه زي الفل. بصوا اهو سيبناها بقى 3 4 دقايق يعني، مش اكتر من 5 دقايق، الموضوع ما بتسابش كتير. بصوا ما شاء الله طالع الفول اخضر ازاي، دي انجح واسهل واحلى طريقه للفول. ننزل بقى نشيله من هنا برده اهو بنفس الطريقه بالمصفى اهوت، وننزل على طول بميه ساقعه، ميه بقى ساقعه بتلج، ميه ساقعه من الحنفيه عادي، اصلا الميه في النازله جايه متلجه يعني، فمش محتاجين احنا نحط تلج. وننزل بقى نطلعه من الميه الساقعه دي، نحطه في مصفى يصفي ميته. بصوا ما شاء الله الفول شكله جميل ازاي، شكله فعلا يفتح النفس. دي انجح واسهل واظبط طريقه لتخزين الفول، ويفضل معاكم طول السنه اخضر زي ما هو كده. الفول دايما بيسود يا جماعه، ما بيبقاش باللون ده. انا جبت لكم بقى بالوصفه دي عشان تنفذوها وتدعوا لي. بصوا بقى بعد ما هو طلعناه بقى من الميه ومن المصفى، نحطه بقى على صينيه كده اهوت يتشرب شويه وينشف شويه اهو، يتشال منه بقى اي حاجه سخنه، اي بخار، اي حاجه موجوده فيه تتشال اهو. ونبتدي بقى نخزن بقى في اكياس، في اي حاجه، المهم ما يعني نضمن ان هو ما يكونش فيه هواء، او اي اكياس بقى، اي اكياس بتتقفل، اكياس اللي هي بتاعه التخزين العاديه دي، اي حاجه عندكم اهو. هنربط ربطه من فوق، ربطه بسيطه، خرجنا منه كل الهواء الموجود فيه اهو، من اول الكيس من فوق نربط عقده بسيطه كده اهوت، بس ونفرفط بقى ايه الكيس كله كده اهوت، ونحط بقى ايه، ايوه كده نقدر نطلعه من الفريزر بسهوله، نستخدمه يفك معانا بسهوله، وكمان ما ياخدش مكان واحنا بنعينه يعني في الفريزر اهو. بص ما شاء الله عملنا الكميه اللي هنحتاجها اهو وبس. شفتوا بقى الطريقه؟ في اسهل من كده؟ في احسن من كده؟ تعليق بقى حلو وكومنت حلو. باي باي يا حلوين.